السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم آلاء عرفة، ودي قناتي قناة حوريات، بشارك فيها معاكم كل ما يخص البيت والأسرة والمجتمع، ومش هننسى المطبخ وبعض من يومياتي. فرجاء فضلا وليس أمرا تفعلوا جرس القناة وتعملوا لايك للفيديو ده وتشيروه على قد ما تقدروا علشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس. طيب، ده أول فيديو ليا على القناة، فأول فيديو حابة إن أنا أتكلم فيه معاكم عن موضوع شايفة من وجهة نظري إنه مهم، وشايفة انه خير بداية، وانه هيفيد ناس كتير جدا. طيب هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن ازاي تخلي بيتك بيت سعيد. طيب اشمعنى؟ معظمنا بيقضي اغلب وقته في البيت، فلازم المكان اللي احنا قاعدين فيه يكون مكان سعيد، يكون مكان فيه يعني بهجة، فيه سرور. اقل حاجة تخلي المكان اللي انت قاعدة فيه ده مكان يشرح نفسك، يشرح صدرك. فهماني؟ يعني تخليه كده مكان حابة انك تقعدي فيه. طيب، فانا جايه النهارده اقول لك على 5 نصايح، لو عملتيهم ان شاء الله اضمن لك تكوني حصلتي على بيت سعيد. طيب، اول نصيحة: استعيني بالله عز وجل، وقومي صلي الفجر، واقري القرآن، وقولي اذكارك، وبعدين افتحي شبابيك البيت، دخلي ضوء الشمس للبيت. يبقى اول حاجة دخلي ضوء شمس للبيت. ليه بقى بندخل ضوء شمسي للبيت؟ علشان ضوء الشمس دوت بيمنح فيتامين د اللي الجسم محتاجه، اللي بيساعد على تحسين المناعة وبيقوي المناعة. فبيقولك حتى علميا ثبت ان انت لازم تعرضي نفسك من 10 ل 15 دقيقة يوميا لأشعة الشمس علشان يحصل الجسم على قدر كافي من فيتامين د. طيب، تاني نصيحة: حاولي يعني دايما المكان اللي انت دايما قاعده فيه او ولادك قاعدين فيه، حاولي تعلميهم ان المكان اللي هتقوموا منه ماشي لازم تسيبوه نظيف. هتقوم من مكان لازم تسيب المكان ده نظيف، تنظف مكانك. هتقوم من على السرير رتب سريرك، وهكذا بقى. ان المكان اللي يقعد فيه زي ما قعد فيه نظيف يقوم وهو سايبه نظيف. ده كمان هيوفر عليكي مجهود في تنظيف البيت، ويخلي صحتك احسن وافضل. يوم ما تيجي تنظفي اساسا البيت هيبقى الموضوع اسهل بكتير. يعني خلاص البيت اصلا كده كده نظيف اوريدي، يعني هتعملي شويه حاجات كده بسيطه يعني، فهو اوريدي اصلا جاهز. طيب، آه ده تاني نصيحه. تالت نصيحه بقى، وانا شايفه انها نصيحه جماليه شويه، ان هو انت تحطي ديكور. نصيحه يعني فيها نوع من الايه الزينه، ده اللي اقصده. يعني ان انت تحطي ديكورات اللي هي النباتات منزليه، زي ديكور كده. بس هي في نفس الوقت غير ان هو بيدي منظر جمالي، بيدي كمان بيساعد على ان صحتك تبقى احسن. بمعنى انه بيقلل مستويات ثاني اكسيد الكربون في البيت، فبيدي اكسجين اكتر، فبالتالي تتمتعوا بصحه افضل. بسبب ايه؟ بفضل وجود النباتات ديت. طيب، احنا كده قلنا تالت نصيحة. رابع نصيحة: حاولي دايما 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 المطبخ يكون نظيف. مطبخك لو نظيف كل حاجة سهلة بقى، البيت كله سهل. المطبخ مش نظيف هتحسي الدنيا كلها مكلكعة على دماغنا. المطبخ حاولي اول باول تكوني غاسله مواعينك، مظبطه الدنيا في المطبخ. على الاقل خالص يكون المطبخ يعني ايه، تكوني مشطباه كده تشطيبات بسيطه، اللي هو اقل حاجه تكوني غاسله المواعين. خلصنا من المطبخ بقى، ساعتها هنشوف بقى ايه بقيه البيت. طيب، اخر حاجه ودي اهم حاجه: اهتمي بنفسك. لو اديتي وقت لنفسك هتعرفي تعملي ال4 نصايح اللي فاتوا دول. ما اهتمتيش بنفسك مش هتعرفي تعملي حاجة. اهتمامك بنفسك وانك تاخدي لنفسك وتدي نفسك وقت كافي تقعدي فيه مع نفسك، ده مفيد جدا ليكي، بيديكي طاقة إيجابية وبيجدد حيويتك ونشاطك. ماشي؟ فبالتالي بتقدري ان انت يعني تقدري ان انت تدي اكتر وتعطي اكتر وتنتجي اكتر. ولازم تبقي فعلا في وقت لنفسك تشربي فيه قهوتك، تخرجي فيه مع اصحابك، تقري كتاب، تنمي نفسك ذاتك. ده كله هيفيدك انت وهيحسن من نفسيتك انت، علشان تقدري انت تعملي اللي سبق وقلتهم قبل كده او من شوية دول يعني. بس ودول كانوا اهم 5 نصايح من وجهة نظري. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروه برضو على قد ما تقدروا. وعذرا لو كان في حاجة مش واضحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.